بيبدأ الفيلم بالدكتور هانكو اللي بيكون قاعد في المعمل بتاعه بيتكلم مع بنته، وبنرجع بالزمن لما كانت بنته لسه صغيرة، واللي بتشوف أبوها هانكو مع جانيت وهما بيسلموا عليها وبيقولوا لها إنهم رايحين مشوار وجايين، لكن هما بيروحوا يعملوا مهمة خطيرة جدا. وبتقدر جانيت إنها تعمل حركة قوية جدا وإنها تصغر حجم جسمها، وبتقدر تدخل للعالم الموازي الكمي وما بترجعش تاني. لكن هانك بيعرف يرجع من العالم الكمي الموازي، وده بيخلي الدكتور هانك يكون عنده أمل وهو بيتكلم مع بنته هوب إن يقدر يرجع مراته جانيت مرة تانية للحياة. وده بيخليه يوري بنته رسم كروكي النفق يقدر يوصل بيه للعالم الكمي الموازي ويرجع تاني بسهولة جدا ومن غير أي ضرر. وقتها بيكون سكوت بيؤدي العقوبة بتاعته واللي حكمت بيه عليها الحكومة الأمريكية بسنتين كاملين، لأنه كسر كل القوانين والقواعد بتاعة الأبطال الخارقين واللي اتكلمت عنها ورصدتها الحكومة لما تعاونت مع كابتن أمريكا قبل كده. وبتكون الشرطة مشددة الحراسة عليه والإقامة جوه بيته لدرجة إنهم بيكونوا حاطين في رجله جهاز بيقول الشرطة إنه خرج، حتى لو كان الخروج ده عبارة عن رجله خرجت بره باب الجنينة. وهو بيهزر مع بنته بيكون مبسوط جدا بفترة الإقامة دي، بس برضه بيكون في شوية أحلام معكرة حياته لأنه بيشوف نفسه مع جانيت مرات العالم هانك في العالم الكمي، لكن مش فاهم الأحلام دي عبارة عن إيه. وبيقرر إنه يبعت رسالة لعالم هانك يقول له عن الأحلام الغريبة اللي هو بيشوفها يمكن يكون عنده حل. وأثناء ما هو بياكل بتقرصه حاجة في رقبته بيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في عربية هوب بنت العالم هانك للعالم هانك، واللي بتقول له إنهم سابوا نملة مكانه في البيت عشان الشرطة اللي حاولت تدور عليه هتلاقي جهاز الانذار مربوط في رجل النمله، وبالتالي مش هتحس باي فرق كانه موجود في البيت بالظبط، وان هي جايه له بخصوص الرساله اللي هو قرر يبعتها للعالم هانك من الاحلام الغريبه اللي هو شافها. ولما بيدخل سكوت المعمل بتاع العالم هانك بيقول له في اول حاجه انا اسف اني استخدمت البدله لما تعاونت مع كابتن امريكا، بس برضه العالم بيبقى متضايق منه ومش بيقبل اعتذاره. وبيبقى مهم عند العالم هانك الاحلام الغريبه اللي كان بيشوفها سكوت وكان بيشوف فيها جانيت مراته. ولما بيسمع منه هانك الكلام اللي هو بيقوله بيتبسط جدا وبيفرح هوب، لان ده معناه ان جانيت لسه عايشه وانها وصلت عن طريق سكوت رساله لهانك انها لسه عايشه ويقدر يوصل لها ويرجعها تاني للحياه. وبيكون سكوت مبهور بكل الحاجات اللي بيعملها العالم هانك وبنته هوب في تكبير وتصغير الحاجات كتجربه عشان يقدروا يكملوا ويوصلوا للنفق الكمي عشان يقدروا يرجعوا جانيت مراته للحياه مره تانيه. وبتروح هوب بنت العالم هانك لواحد اسمه سوني بيتقابلوا في فندق، وبيكون سوني تاجر ادوات منزليه في السوق السوداء، وبيكون سبب المقابله انها متفقه معاه تاخد منه قطعه تساعدهم في تصميم النفق الكمي اللي ابوها ناوي يعمله. لكن بيتغير الاتفاق وسوني الغريب بيقرر انه يدخل معاهم في الشغل بتاعهم في اختراع النفق الكمي، وبيحاول يعرف كتير عن الاختراع، فبتلغي هوب مع الاتفاق اللي اتفقوا عليه وباظ وقت التنفيذ. وبتلبس البدله بتاعتها وبتدور بينها وبين رجالته معركه شرسه، كل طرف فيهم بيحاول يخلص على التاني لحد ما بتخلص عليهم وبتقدر تاخد القطعه اللي طالباها عشان تكمل النفق الكمي. لكن وهي خارجه من النفق بيقابلها شبح كان بيراقبهم من بدايه الطريق، وبيدور بينها وبين الشبح ده معركه شرسه جدا. وقتها بيقرر العالم هانك ان يساعد بنته هوب وبيدي سكوت بدله كان هو عاملها عشان يقدر يدافع عنها. وفعلا بيروح سكوت عشان يدافع عن هوب ويشتبك مع الشبح الغريب ده، بس الشبح بيكون اذكى منهم وبيهرب منهم وبيروح لهانك وبيهدده عشان ياخد المختبر الغريب بتاعه منه بعد ما كان مصغره بحجم صغير جدا يقدر يتنقل بيه من مكان لمكان. وبيسيبهم الشبح ده وبيمشي، وبنعرف انها واحده ست وبتدخل جوه كابينه غريبه الاطوار من الازاز، وتقريبا ده المكان اللي هي بتتعالج فيه. وقتها بيكون سكوت وهانك وهوب هيتجننوا جدا من الشبح اللي سرق منهم المعمل وعطل اجهزه الانذار اللي جواها عشان ما يعرفوش هو اخد المعمل وراح بيه على فين. وبيفكروا انهم يروحوا لصديق دكتور هانك واللي اسمه دكتور بيرج، بس بيكون هانك متضايق لانه مش طايق دكتور بيرج ده ولا بيقبل سيرته. بس بعد معاناه ومناقشه كتير بيقرروا ان هم يروحوا الجامعه ليه، وبيكونوا مش طايقين بعض الاتنين وعايزين يموتوا بعض من الضرب. لكن بتقرب الشرطه لما بيعرفوا ان سكوت هنا في الجامعه، وبتيجي الشرطه عشان تقبض عليه. وبيحاول دكتور بيرج ان يحلل لهم المشكله دي بانه بيقول لهم انهم يقدروا يوصلوا للمعمل اللي اتسرق منهم عن طريق واحده من بدل سكوت القديمه. وبيفتكر سكوت ان هو ساب البدله بتاعته في لعبه بتاعت بنته، وبيجري على المدرسه بتاعتها عشان ياخد اللعبه ويطلع منها البدله دي. وبيكون لابس البدله اللي اداها له الدكتور هانك، ولما بيدخل مدرسه بنته بيلاقي البدله صغرته ومش راضيه ترجعه للحجم الطبيعي، ودي بتكون مشكله كبيره بالنسبه ليه. بيحاول بعد شويه ان يحلها، وفعلا بيوصل ان بيكبر حجمه مره تانية، وبيقدر ان يوصل للعبه بتاعت بنته وبياخد منها البدله. وفعلا بيوصلوا لمكان المعمل، لكن اول ما بيوصلوا بيضربهم الشبح اللي قابلهم قبل كده وبيكتفهم. وبيطلع الشبح ده بنت اسمها ايفا وبتشتغل تبع دكتور بيرج، وليها ماضي صعب شويه ما بين ابوها وبين دكتور هانك واللي طرده واذاه. ولما حاول ابوها ان يعمل معمل يعيد فيه شغله بينفجر بيه المعمل وبيموت، وبتتحول عيلته كلها الاموات في ما عدا بنته بتتحول لشبح صعب ان حد يشوفه. وبيكون هدف دكتور بيرج ان يوصلوا هم كمان للكم الموازي عشان يقدروا يعيشوا ايفا بشكل طبيعي وما تكونش عايشه كشبح. بس بيقدر دكتور هانك ان يضحك عليه ويخلي مجموعه من النمل تساعدهم يخرجوا من
المكان ده ومعاهم المعمل اللي اتسرق منهم، وبيكون هناك سكوت وهوب مطاردين من سوني تاجر الادوات المنزليه من الناحيه اللي اخدوا منه القطعه بتاعه الاختراع، وكمان دكتور بيرج وايفا من ناحيه تانية. وبيعرف سكوت من صديقه ليه ان الحكومه بتدور عليه وعايزه تقبض عليه، فبيبعد عن هانك وهوب وبيروح البيت كانه ما حصلش اي حاجه ولا خرج من البيت من اساسه. في نفس الوقت بيتقبض على هانك وهوب بنته لما بيحاول واحد من الشرطه ان يشيل المعمل المتنقل بتاعهم، بتضربه ايفا وبتاخد منه المعمل مره تانية وبتهرب. بس سكوت بيقدر ان يساعد هانك وهوب جوه السجن وبيدخل لهم الهدوم اللي يخرجوا بيها، وكمان بيخلي الشرطه ما تشوفش عمليه الهروب لانه بيخلي النمل يبعد عين الشرطه عن طريق ان بيغطي الكاميرا اللي بتراقبهم. وبيقدر هانك ان يخرج ايفا من المعمل بتاعهم وحاصر الدكتور بيرج عشان ما يقدرش يتصرف خالص، وبيبداوا ينفذوا الخطه اللي بيرتبوا لها هما الثلاثه. ان بيحاول سكوت بدوره ان يعطل ايفا في نفس الوقت اللي بيقدر فيه هانك ان يوصل لعالم الكم الموازي. ولما بيقرر هانك وهو بيهربوا بالمعمل الصغير اللي هم اخدوه، بيحصل بينهم مطارده وما بين سوني وايفا مطارده من الناحيه الثانيه. وسوني بيحاولوا هما الاثنين كل واحد فيهم ان ياخد المعمل ده من هانك قبل الثاني، وبيحاول سوني ان يهرب بالمعمل ده في رحله بحريه، بس بيقدر سكوت ان يكبر نفسه في حجم كبير جدا وبياخد المعمل من سوني وبيقول له ما تعملش كده تاني. وبينجح وقتها هانك ان يوصل لجانيت مراته اللي بيعرف انها عايشه وسليمه، وبتقول له على التجربه الرهيبه اللي مرت بيها في عالم الكم موازي. لكن لما بترجع سكوت بيكون تعبان جدا ومجهد لانه كبر حجمه وده خلص طاقته تقريبا وبيقع في الميه، بس هوب بتقدر انها تنقذ سكوت. وايفا من الناحيه الثانيه بتحاول انها تنتقم من هانك باي طريقه، وبتدخل الاوضه الازاز اللي بتنام فيها وبتحاول انها تصحي طاقه جانيت من العالم الكم الموازي عشان تضايقها. بس في اخر لحظه بيوصل سكوت وهوب وبينقذوا جانيت وابوها هانك من المصيبه دي وبيرجعوهم تاني للحياه، وبتقدر جانيت تسيطر على ايفا وما تبقاش شبح مره تانيه. اما سكوت فبعد ما بيحير الشرطه شويه عشان الباقيين يقدروا يفكوا المعمل من مكانه ويهربوا بيه، بيرجعوا يلاقوه في بيته كانه ما حصلش اي حاجه وما خرجش من البيت، وبالتالي العقوبه بتاعته بتكون خلصت ومحدش ليه عنده اي حاجه، وبيضطروا يفكوا الكلبشات اللي كانت متعلقه في رجليه وبيرجع تاني لحياته الطبيعيه احسن من الاول. وبرضه بترجع حياه هوب واهلها افضل من الاول، وهانك وجانيت بيقضوا وقت لطيف جدا، وسكوت بتعدل حياته وبيقرب من ايفا اكتر، واصحابه كمان بينجحوا في عملهم. بيقرر سكوت ان يرجع تاني لعالم الكم الموازي عشان يقدر يجيب اجزاء منه تساهم في شفاء ايفا شفاء كامل بعد ما كانت شبح ومحدش بيقدر يلاحظها. وفعلا بينجح سكوت في الخطه بتاعته وبيقدر يجيب المطلوب منه عشان يقدر يساعد ايفا في شفاها. ولما بيحاول يقول لهم يخرجوا من العالم الكمي ما بيلاقيش اي رد فعل، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.